عمرك بصيت في المراية وسألت نفسك أنا ليه حاسس إني مش كفاية؟ ليه ساعات بحس إن الناس كلها أحسن مني وأنا ولا حاجة؟ الصدمة بقى إن الدراسات بتقول إن أكتر من 80% من الشباب بيعانوا من قلة الثقة بالنفس. يعني الموضوع مش عندك أنت بس، لكن الفرق إن في ناس قررت تواجهه وتغير، وفي ناس فضلت تعيش حياتها كلها في ظل الخوف والشك في نفسها. السؤال دلوقتي، أنت عايز تكون مين فيهم؟ الحقيقة إن قلة الثقة بالنفس مش معناها إنك فاشل، ومش معناها إنك ضعيف. هي مجرد عادة دماغك اتعلمها من كتر المقارنات ومن كلام الناس اللي كان بيكسر فيك من وانت صغير. وده معناه إنك تقدر تغير العادة دي وتبني عكسها، عادة الثقة. إزاي؟ ركز معايا. أول حاجة لازم تفهمها إن الثقة مش بتتوزع على الناس ومش محتاجة تصريح من حد. الثقة قرار أنت بتاخده كل يوم، زي ما بتقرر تلبس لبس معين أو تاكل أكل معين. الثقة كمان اختيار. كل مرة بتقول لنفسك أنا مش قادر، صدقني دماغك هتصدقك وتتعامل إنك فعلا مش قادر. وكل مرة تقول لنفسك أنا هقدر أجرب حتى لو فشلت، دماغك هتسجل إنك شخص عنده شجاعة، وده لبنة أولى في بناء الثقة. تاني حاجة، لازم توقف المقارنة، لأنك لو فضلت تبص حواليك وتقارن نفسك بغيرك عمرك ما هتلاقي السلام النفسي. ليه؟ لأنك دايما هتلاقي حد أشطر منك، أغنى منك، أجمل منك، بس عمرك ما هتشوف الصورة كاملة. اللي قدامك ممكن يكون ناجح في حاجة بس خسران في حاجة تانية أنت متفوق فيها. فالمقارنة لعبة خسرة من البداية. الحل إنك تقارن نفسك بنفسك. أنت كنت فين من سنة وبقيت فين النهاردة؟ دي المقارنة الوحيدة اللي هتديك دافع وتخليك واثق من خطواتك. ثالث حاجة، الثقة بتتبني بالأفعال الصغيرة المتكررة. يعني إيه؟ يعني ما تتوقعش إنك تصحى يوم الصبح تلاقي نفسك واثق بنفسك فجأة. لا، الثقة بتيجي لما تعمل حاجة صغيرة وتخلصها. لما تقول هقوم أذاكر ساعة وتقوم فعلا وتذاكر. لما تقول هتمرن نص ساعة وتعمل كده. كل مرة بتوفي بكلمتك مع نفسك ثقتك بتكبر، وكل مرة بتكسل وتتهرب ثقتك بنفسك بتتسرب. رابع حاجة، خلي بالك من كلامك الداخلي. لو كل يوم بتجلد نفسك وبتقول أنا غبي، أنا فاشل، أنا ضعيف، فطبيعي عقلك يصدق ويعيش الدور. طب ليه ما تقولش لنفسك العكس؟ مش لازم تقول إنك بطل خارق، لكن قول أنا قادر أتعلم، أنا قادر أتحسن، أنا مش كامل بس بتطور. الكلمات دي هتغير كيمياء دماغك وتخليها تشتغل لصالحك مش ضدك. خامس حاجة، ما تستناش الناس تديك ثقة، لأنك لو ربطت ثقتك بكلام الناس هتتهز كل ما حد هاجمك أو انتقدك. لازم يكون عندك أساس جواك، أنا عارف قيمتي حتى لو محدش شافها. وده مش غرور، ده وعي بنفسك. صدقني الثقة بالنفس مش رفاهية ولا كلمة حلوة بتتقال، دي سلاحك الحقيقي في أي مجال في حياتك. اللي عنده ثقة بنفسه ممكن يغلط ويتعلم، ممكن يتكسر ويقوم، ممكن يتهز ويتوزن تاني. لكن اللي ما عندوش ثقة هيفضل واقف مكانه مش قادر يتحرك. انت مش محتاج تستنى لحظة مثالية عشان تبدأ تبني ثقتك. اللحظة المثالية هي دلوقتي تقوم تاخد خطوة صغيرة، أي خطوة تثبت بيها لنفسك إنك قادر. اوعى تبقى نسخة باهتة من نفسك عشان ترضي الناس، كون النسخة اللي انت راضي عنها حتى لو محدش سقف لك. لأنك لو صدقت في نفسك وبدأت تبني ثقتك يوم ورا يوم، هتيجي لحظة وتبص ورا وتقول الحمد لله إني بدأت. وزي ما قلت لك، الثقة قرار، والقرار في إيدك. فلو الكلام ده لمس قلبك وحسيت إنك محتاج تبني ثقتك من النهاردة، ما تأجلش لبكرة. دلوقتي هو أنسب وقت تبدأ فيه. ولو الفيديو ده ألهمك، اعمل لايك واشتراك وخلي عندك الشجاعة إنك تبدأ رحلة الثقة بنفسك النهاردة مش بكرة.